بالنسبة لهذا الموضوع ديال الكرا، حنا نناقشوه واحد الخلاصة اللي هنا مدينة سي سليمان بالضبط. الكرا ولا طالع شوية، ولا ارتفاع يعني بحال تقولوا ارتفاع صاروخي. تتلقى بارتما مثلا في مرجان تيقول لك 2500 درهم، حيد له 100 درهم 48 مثلا. تتصل بك مع كل احترام لي، حنا عندنا واحد المجال، انا الحمد لله مختصا في هذا المجال، في مجال البيع والشراء، ولكن النظر تاع الهاتف عندنا منتشر مع الناس اللي كيتصلوا بينا، واللي تدخل عنده شي دار كيتصل بك. حنا عندنا خبره في هذا الشيء الحمد لله، ولات عندنا خبره في هذا الميدان الحمد لله. دابا هذا المشكل ديال الارتفاع الصاروخي في الكرا ولا وضع بعض العراقيل بالنسبه للزبائن. يعني كيجي استاذ مثلا موظف كتقول له 2500 درهم او 2500 درهم مثلا، يقول لك بزاف عليا انا جهدي 1500، ومول الدار تيقول لك لا خصك تجيب لي موظف، الا ما كانش موظف انا ما نكريلوش. هو الاشكال. واخا نرجعوا بالنسبه للتسميه، الناس انت بحكم انك انت يعني وسيط عقاري لهذه التسميه، كيتصلوا بك الناس يوميا. طبيعة الحال كيتصلوا بيا، لأن الهاتف عندي أنا مني بديت هاد الخدمة وأنا عندي هاد الرقم هذا اللي غنخلي لكم على الرابط. اللي بغا يتصل بيا مثلا، بغا يشري، بغا يبيع دارو، بغا يكري دارو، بغا يعني يشري، بغا يبيع، مرحبا. فهمتي؟ حنا الحمد لله من كثرة العمل ومن كثرة ولات عندنا خبرة الحمد لله. واخا الناس اللي كيتصلوا بك اكثر، يعني شنو الطلبات ديالهم؟ آه، غالبا كاين واحد الجانب تاع البيع والشراء اللي حنا مهتمين به اكثر من المجال تاع الكرا. غالب الطلبات تكون الكرا، واخا غالب كيفاش الطلبات فين كيعطوك الناس، كيفاش تقول؟ واش غنقول لك. الكرا طلع بزاف، طلع داكشي صاروخي كما تيقولوا. الثمن ولات البارتما ثمن 3000 درهم 2500. يعني حتى الانسان باش يكري بهذا المبلغ هذا ما كيقدش. الله يحسن له تيقول بالنسبه لك للناس ديال 1000 الدار درهم كتعجبو، كيدخل الدار كتعجبو، ولكن تيقول لك انا ثمن ما يفهمش. ما نتمازحش مع مول الدار، تيطلب واحد المبلغ اللي انا ما نتمازحش معاه. وبالنسبه للناس ديال 1000 درهم 1500 1300، كيفاش كتعامل معاهم؟ واش غنقول لك، على حسب الطلب تاني. كاين اللي كيبغي تاني ب1000 درهم وما تيكون طلب قليل مثلا، وكاين اللي كيقول لك انا جهدي 1000 درهم مثلا في الكرا. تيقول لك خويا راه بغيت نكري واحد الدار، انا مزوج وعندي بنيه، شحال جهدك؟ تقول لي 1000 درهم. يعني الكرا قليل بزاف في المدينه، ولا قليل مابقاش كيما كان. هادي شحال كانوا 4 ديور 5 6 كتخير الناس. دابا ولاو الديور عامرين بزاف، كلشي عمر، الثمن غلا. فهمتيني؟ 1000 درهم ما يمكنش يسكن فيها موظف. دابا كتوحل مع الزبائن. كاين اللي كيكري ب 1500 تيبغي دار نقيه، وهذاك من الدار النقيه كتكون 2000 درهم، هو تيبغي يكريها ب 1500. واللي غيكري ب 1000 درهم ما يقدش يكري ب 1500. يعني 1000 درهم غتكرى الواحد، يعني راه مثلا ما يكونش موظف ولا. اما الموظف تيقول لك شي حاجه نقيه، بغيت واحد الدار مثلا اللي هو تيقلب على شي دار اللي هي ساويه 2500 وباغي يكريها ب 1500. هنا تلقاو مشكل مع الزبائن او الزبون، تلقاو مشكل. واخا بالنسبه مثلا اللي بغى يكري بيت في السطح، واحد ديك حاجه اخرى هذيك. شحال الاثمنه؟ انا ما كنبغيش ندخل في هذيك المجالات لا تاع مزيان باش البيت. نوضحوا للناس ويعرفوا. لا لا، بيت ثاني كذلك. الا بغيتي تكري بيت مثلا تكري بواحد 700 درهم. بيت في السطح منيش. تجي استاذه موظفه مثلا تتقري في مدرسه او عاد باديه، بقى ما كتخرجش كاع، تقول لك انا خصني نعيش شومبر. فهمتيني؟ جادي هذيك 600 درهم 500 درهم. كنصدقوا واحدا مع ثاني تصدقوا ثاني واحدا مع مول الدار طالب 700 درهم مثلا. فهمتي؟ تلقى واحد بيت فيه كوزينه ودوش يقول لك 1000 درهم مثلا. فهمتيني؟ دابا حنا في واحد المنطقه اللي هي دايره بين مؤسسات تعليميه
وكاين لازون تاع الكابلاج، كاين العماله، كاين المحكمه، كاين قطاعات اخرين. فهمتيني، حنا جينا في وسط انا جينا واحد المدينه اللي جينا وسط البوادي، وكاين المدارس. يعني ولا اكتظاظ في الكرا، يعني باش توفر للزبون الكرا ولا صعيب شويه. فهمتيني. واخا. بالنسبه شفنا واحد الظاهره ديال الناس اللي كيبغيو يبيعوا، تيقول لكم بان خصنا مثلا موظفين، يجيبوا لنا شي واحد عادي يبيع شي هذيك بطبيعتي من حق مول الدار يطلب هذاك الشيء. شنو باش نقربوا الناس باش حتى اللي بغى يبيع. من حق مول الدار يقول الثمن، من حقه. حنا ما كنتقلقوش من مول الدار يقول هذا المبلغ، لان هذاك مول الدار كيفتخر بدارو وبغى يكريها بهذاك الثمن. ولكن الموظف اللي كيبغي يجي يكري هذاك الدار كيلقى انه ما في استطاعه ديالو يخلص هذاك المبلغ. كتطلع كتوري الدار شحال تيطلب في البلاصه، تقول له لابارتومون فيها لاكام، فيها بلا سانسور، فيها السانديك، فيها كلشي 3000 درهم. تقول لك انا ما قادش. علاش بالضبط الناس كيطلبوا الموظفين؟ خصني موظف. الصراحه انا من كثره الخبره ديالي شتي اللي في قلبه عامر الايمان ونيته صافيه تيخاف الله وما كيرضاش، راه كيخلص الكرا ديالو. مابقاش في موظف هادي كتلقى كيبيع ويشري وكيخلص كراه، ما يرضاش تدق عليه ولا تدق على ولادو. باش فهمتيني. هذه فكره غلط، انا ما متفقش على هذه الفكره. لكن كاين شي وحدين، كاين شي ناس سبحان الله، كاين شي ناس يكونوا وسط المجتمع اللي كيخلقوا المشاكل المالين ديالهم اللي كيبقاو يضربوا الموظف. وكاين اسمح لي واحد الفكره نكملها، كاين اللي كتلقاه موظف وكتلقى معاه المشاكل، ما يخلصش الكرا. فهمتيني. يا امور فهمتي، خص الانسان يكري له واحد اللي يستاهل يكري وعارف واش يخلص الكرا، سواء كان موظف، سواء كان خدار، سواء كان كيما بغا يكون. فهمتيني. كيبيع ويشري، عنده حانوت، عنده الكوميرس. المهم الانسان يكون تيخلص الكرا الواجب ديالو. فهمتيني. واخا بالنسبه لك انت يعني عندك خبره في هذا الميدان، شنو هي رسالتك للناس اللي كيكريو الديور؟ شنو النصيحه اللي تقدر تقدم لهم؟ النصيحه ديالي هو نعطيك مثلا واحد غيكري كراج ديالو، مثلا كنبداو بالكوميرس. مثلا غيكري كراج، السيد كيطلبو مثلا 5000 درهم ولا 4000 درهم، موقع زوين. هذاك السيد مول الدار خصو يفكر ان السيد كراج اللي كراه غيستافد منه، خصو يخلي السيد يخدم ويكري له بواحد الثمن اللي هو يربح شويه ويخلص كراه ويبقى مول الدار هاني. دابا مول الدار كيضغط على المكتري. فهمتيني. كيضغط عليه، كيعطيه واحد 5000 درهم، من حقه يطلب الثمن، لأنه هو طالب 5000 درهم، راه طالبها من حقه. ولكن الانسان ملي كيدخل للكراج وكيدير البروجي ديالو ما كتسلكوش، كيدوز شهرين 3 شهور كيمشي بحاله، هو معقول ما عندوش كيدير، ما سلكوش كيخرج. اذا هذا هو تيتسمى الضغط على المكتري. نكري له انا مثلا نكري له 5000، نكري له العبد 3000 درهم، تخلص في الكرا ديالي ويستافد هو، كان مزوج او كان عنده وليدات او هذيك كمثال، يعني يوفر راسو ويوفر ليه هو. فهمتيني. هو المول الدار هذا هو اللي كاين. بالنسبه للديور كذلك، غتكري الموظف غتكري له بواحد الثمن اللي قد يخلصك به، حيت يكون عنده واحد الصالير. الموظف راه ماشي كيتخلص بجوج ملايين 3. الموظف راه كيتخلصها بواحد المبلغ. فهمتيني. اللي كيخلص شويه ديال الكرا، يخلص شويه الحانوت، يخلص هذه. كتلقى مثلا نهار 20 في الشهر تيبقى يتسنى الشهر. فهمتيني ولا لا؟ كيبقى يتسنى الشهر. هذا هو الاشكال. خصو يعرف مول الدار بان هاد الناس الموظفين تا هما عندهم التزامات. كاين اللي كيعطي الوالدين، كل واحد وكيفاش كيفرق الماندا ديالو. فهمتي. واخا بالنسبه للناس اللي بغاو يتواصلوا معاك حسب الطلب هادشي، الناس كاين يعني في هذا المجال كنلاحظ بان في السوشيال ميديا بزاف الناس كيطلبوا الكرا، كيطلبوا النمره ديالي قولها لينا ونعاودو نحطوها في الشاشه. 06 28 23 63 01. هي سهله. 06 28 23 63. يعني يوميا كتخدم بشكل يومي. الوساطه العقاريه خدمنا هذه مده طويله الحمد لله، واكتسبنا خبره. الحمد لله معروف. يعني كما تيقولوا بلا جدانه اكتسبنا خبره. فعلا. فهمتيني. ولينا مختصين. الناس الحمد لله كيستاشروا معنا،
حتى الناس اللي بغاو يبيعوا الدار ديالهم تيديوك تيقولك شحال مثلا تجيبها الدار. الحمد لله كنجيبها يعني عاد تنشوفها تدخل لداخل تنقول معها شحال الثمن، فهمتيني، ولات عندنا خبره الحمد لله، فهمتي. اللي بغى يبيع دارو مثلا ولا بغى يشري ولا نعطيو حاجه زوينه ونديرو نيتنا معاه، والحمد لله والله اللي اعلم بينا، هذا هو اللي كاين. شكرا سي عبد الله، حنا غنخليو الرقم ديالك مرحبا ونخليو القناه ديالك باش تتواصلوا مع الناس. شكرا سي عبد الله. مرحبا بكم جميعا.